في سؤال تالت بقى بيتكلم عن حالات النحافة. في بعض الناس بتاخد بعض الأدوية عشان فتح الشهية. معظم أدوية فتح الشهية لا إما بتبقى في شكل حاجة اسمها دايجستين، عبارة عن إنزيمات مهضمة، دي بتسرع عملية الهضم وبتنبه المخ يعني بتنبه المخ عشان تزود مراكز الجوع في الإنسان. وفي دواء تاني اسمه تراكتين. التراكتين ده عبارة عن دواء مفروض ان هو اصلا مضاد للحساسية. مضاد الحساسية ده لقوا ان هو بيشتغل على مستقبل اسمه السيروتونين، بيقفل مستقبل السيروتونين في المخ، فده بيزود الشهية. فالاتنين دول من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في فتح الشهية. يعتبر الدايجستين أأمن حاجة، أو الإنزيمات الهاضمة دي أأمن حاجة للحالات النحافة. بتستخدم 3 مرات مع الوجبة أو قبل الوجبة بربع ساعة، ده أأمن حاجة. يليه التراكتين والمالتي فيتامينز. التراكتين ده زي ما احنا قلنا هو مضاد للحساسية، فأعراضه الجانبية بتقتصر على أعراض الجانبية بتاعت الحساسية اللي هي إحساس بالنعاس، الدوخة، الريق ناشف، لكن ملهاش أعراض جانبية خطيرة. السؤال الثاني او الجزء الثاني اللي هو المالتي فيتامين. المالتي فيتامينز دي من اكتر الحاجات اللي بتستخدم للحالات النحافه، لان هي مجرد بس بتسرع الحرق، فبالتالي بتحسس الانسان بالجوع، فبالتالي يبدا ياكل. فالحاجات دي يعتبر الموستلي سيف تدرجا من الدايجستين والمالتي فيتامين ثم التراكتين اخر حاجه. في ناس بقى، بعض الناس بتقول لك انا هعمل التركيبه السحريه، بتجيب ازازه مالتي فيتامين وتبدا تجيب عليها اقراص دايجستين تهرسها وشويه كورتيزون، اقراص كورتيزون ديكسا مثلا، ديكسا ميثازون، وتهرسها وتطحنها وتبدا تعمل لها تركيبه، تحط الثلاثه على دول على بعض. زي ما احنا اتفقنا المالتي فيتامين والتراكتين والدايجستين دول ما فيهمش مشكله خالص. اللي فيه مشكله كبيره جدا ومميته الكورتيزون. الكورتيزون احنا لو خدناه للاسف بيزود الضغط وبيزود السكر، زائد ان هو بيكسر في العضلات، فلو زدت هتزيد دهون، وبيزود محيط الوسط، فده بيزود خطوره الاصابه بالامراض الصحيه. فبالتالي لو احنا خدنا الكورتيزون عشان نتخن، هيزود خطوره الاصابه بامراض السكر، يزود خطوره الاصابه بامراض الضغط، بيعمل هشاشه في العظام، ممكن يسبب زياده الكرش اللي بتسبب في كل المشاكل الصحيه اللي انت تعرفها نتيجه السمنه، اللي هي الضغط والسكر وتصلب الشرايين وزياده نسبه الدهون في الدم، اللي احنا بنسميها حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم. فبالتالي استخدام الكورتيزون غلط تماما، ما ينفعش يستخدم تماما، لان هو غير امن بشكل كامل، ما ينفعش يستخدم خالص ولا حتى نسب. ان في بعض الناس بتستسهل ان هو بيزود الوزن بشكل سريع، بيعبي ميه وبيعبي دهون بشكل سريع، لكن هو غلط تماما.